المدفعية المغربية تستهدف عربات الانفصاليين وتحولها إلى رماد يزين رمال الصحراء المغربية بالمنطقة العازلة. وفي التفاصيل، كشفت مصادر إعلامية جديدة أن سلاح المدفعية بالقوات المسلحة الملكية المغربية قد استهدف مساء يوم الأربعاء الماضي فرقة من مشاة ميليشيات عصابة البوليساريو الإرهابية بالمنطقة العازلة على بعد 10 إلى 15 كيلومترا شرق الجدار الأمني عند مقطع المحبس وادي تينوشاد، حينما حاولت التقدم غربا عند الجدار الرملي. وذكر نفس الموقع الإخباري أن القوات المسلحة الملكية أطلقت على عناصر عصابات البوليساريو 5 قذائف متتالية شتتت جمعهم وسقطوا بين قتيل وجريح. وأكدت أن الجيش المغربي استهدف مساء ذات اليوم بواسطة قذائف المورتر أهدافا متحركة بوديان المنطقة أدت إلى تحييدها بشكل كامل، فيما أصبحت جبهة البوليساريو تنهج سياسة الصمت والتعتيم عن عدد قتلاها وهوياتهم حفاظا على معنويات ميليشياتها. هذا ولا زال الجيش